قدمت على صيدلة بس في دماغك تساؤلات كتير عن الكلية، المواد، الشغل، عدد السنين، وهدخل كلينيكال ولا هدخل جنرال. الفيديو ده مش لأي حد، ده مخصوص لأي حد بيفكر يدخل كلية الصيدلة أو لسه داخلها ومش فاهم أي حاجة، أو حتى حد خلص أول سنة بس لسه تايه ومش عارف هيتخرج يشتغل ايه. الفيديو ده هيبقى شامل لكل أسئلتك عن كلية الصيدلة، وأنا هاخد كام سنة في الكلية، هو إيه نظام الدراسة في الكلية، وانا هشتغل ايه بعد التخرج، هي الصيدله فعلا ليها مستقبل ولا هي اي كلام، هي فيها تخصصات فارم دي وكلينيكال. طب انا اعرف منين انا مناسب لاني تخصص فيهم، اعرف منين انا عايز ادخل هنا ولا عايز ادخل هنا، ايه المواد اللي انا هدرسها، كل حاجه في دماغك انا هجاوبك عليها في الفيديو ده. تعال نبتدي بعدد السنين ونظام الدراسه. الدراسه دلوقتي بقيت على نظام 1+5، يعني 5 سنين دراسة أكاديمية وسنة واحدة امتياز، ودي بتكون عبارة عن تدريب في الصيدليات أو في المستشفيات. والخمس سنين دول متقسمين على نظام الساعات المعتمدة، يعني كل مادة ليها عدد ساعات معين وفي حد أقصى وحد أدنى بتسجله كل ترم. بمعنى إن مثلا في مادة ب3 ساعات ومادة بساعة، فالمادة أم 3 ساعات لو جبت فيها تقدير كويس هترفع لك الGPA عن المادة أم ساعة، فالمادة أم 3 ساعات تديها الأولوية في المذاكرة. وهيبقى عندك ميدترم وفاينل وعملي وسكاشن وكوزات 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 لا تنتهي من الكوزات. طب ايه هي المواد اللي انا هدرسها في صيدله؟ عد معايا: اورجانيك كيمستري كيمياء عضويه، اناتومي، مايكروبيولوجي، فارما، سيوتكس، بايو، توكسيكولوجي، كوميونيتي، وغيرها كتير متقسمين على سنين الدراسة. ودلوقتي أكتر حاجة بتسألوا عليها هي أدخل أنهي تخصص، فارم دي ولا كلينيكال، وأعرف منين أنا مناسب لأنهي واحد فيهم. فارم دي ده البرنامج الأساسي اللي موجود في أغلب كليات الصيدلة، واللي بيدرس كل حاجة تخص الصيدلة بوجه عام، زي تصنيع الدواء، التحاليل، التركيبات، التسويق، دراسة شاملة للمواد الفعالة والجرعات والتفاعلات، وشغل الصيدليات وشغل الدعاية الطبية والمصانع والجودة. فانت لو بتميل للشغل التجاري والصناعي ففارم دي هو المناسب ليك. طب كلينيكال، هنا التركيز مختلف شوية. هنا انت بتدرس الصيدلة من منظور علاجي شامل، يعني انت مش بس بتفهم اسم الدواء، لا انت بتعرف ازاي تختار الدواء ده بالذات للمريض ده بالذات، بتشوف تحاليله وبتشوف حالته وبتختار الجرعة المناسبة ليه، وتبص على الأدوية اللي هو بياخدها وهل عنده أمراض مزمنة، وبتشوف الأدوية دي فيهم تفاعلات ولا لأ، وبيساعد الدكتور في إن هو يكتب الروشتة الصح، وبيفضل متابع حالة المريض مع الفريق الطبي في المستشفى. يعني انت ككلينيكال شغلك اكتر هيبقى في المستشفيات، في وحدات الاورام، في العنايات المركزه، غير شغل فارم دي كان يبقى اكتر في المصانع وفي الصيدليات. بس انت برضو تقدر تشتغل هنا، بس هو ما يقدرش يشتغل زيك. هو لو حب يدخل في نظام الكلينيكال والمستشفيات هيحتاج يعمل دبلومه الكلينيكال 2 سنين، بس احنا خدناها من قصرها ودخلنا كلينيكال على طول. طب اختار ايه انا دلوقتي؟ لو بتحب التحاليل والتفاصيل وانك تقعد قدام ملف مريض وتشوف الدواء ده يتاخد ولا لا، الحاجه دي صح ولا غلط، وبتحب تبقى وسط الدكاتره والتمريض وجو المستشفيات، فكلينيكال هي انسب ليك. لو بتحب الصيدليات والتصنيع والشركات انك تشتغل في بيزنس او مبيعات، فجنرال او فارم دي هو الانسب ليك. رابعا، الشغل بعد التخرج، واظن دي تاني نقطه مهمه وانتوا بتسالوا عليها كتير. في فرص كتير طبعا، منها الشغل التقليدي اللي هو في الصيدلية، ممكن انك تشتغل موظف دعاية طبية في شركة، تشتغل في مصانع الأدوية في الإنتاج والكواليتي، ممكن تعمل ماستر أو دكتوراه وتشتغل في البحث العلمي أو التدريس. واللي هيدخل الكلينيكال قادر يشتغل في كل ده بلس معاه شغل المستشفيات. وممكن تسيبك من كل ده وتفتح مشروعك الخاص، يعني تفتح صيدليتك، تعمل بيزنس، وانك تفتح براند كوزموتك خاص لنفسك، او انك تشتغل اونلاين. طب هل صيدله بقى ليها مستقبل ولا انتوا بتضحكوا علينا ودكاتره وخلاص؟ السؤال ده مهم جدا وللاسف اجابته مش باه او لا. لو دخلت الكليه وانت فاهم انت دخلت ليه وعايز ايه وطورت نفسك وخدت كورسات وسبقت زمايلك بخطوات، فانا اضمن لك ان انت هتبقى ليك مستقبل باهر باذن الله. لكن بقى لو انت دخلتها عشان مجموعك جاب صيدله وخلاص وهي جت كده، فللاسف 90% هتوه في السكه، وهتاخد ال5 سنين او 6 سنين في 12 سنه. الصيدله مش جنه، بس هي برضو مش جحيم، هي مجال مرن جدا، ممكن تمسك فيها سكه وتبدع فيها، او ممكن انك وتضيع لو مركزتش. في النهاية يا رب أكون رديت على كل الأسئلة اللي عندكم وهديت الدوشة اللي في دماغكم شوية، ولو عندكم أي استفسارات تانية سيبوها لي وأنا هرد عليكم.